أهلا بيكم. النهاردة هنستكشف مع بعض عالم بصراحة غريب وقوي بالشكل لا يصدق، عالم الحوسبة الكمومية. ودي مش مجرد كمبيوترات أسرع وخلاص، لأ، دي طريقة تفكير وحساب جديدة تماماً، طريقة ممكن تغير كل حاجة حوالينا. وعشان بس نحس بحجم القوة دي خلينا نبص على الاقتباس ده. هو بيوضح الإمكانيات والمخاطر في نفس الوقت. يعني تخيلوا معايا كده، كل حاجة بنعتبرها آمنة وسرية على الإنترنت ممكن في لحظات تبقى مكشوفة للكل. الفرق في السرعة هنا مش مجرد تحسن بسيط، لا دي نقلة تانية خالص. يعني مشكلة ممكن تاخد أقوى سوبر كمبيوتر عندنا آلاف السنين عشان يحلها، الكمبيوتر الكمومي ده يخلصها حرفياً في دقايق. هنا بنبدأ نستوعب إحنا بنتكلم في إيه. بس القصة مش كلها فك تشفير وخطر، لأ، الإمكانيات الإيجابية كمان خرافية. بنتكلم عن مستقبل نقدر نحل فيه أكبر الألغاز في العلوم أو نطور استراتيجيات مالية بطرق عمرنا ما حلمنا بيها. طيب حلو قوي الكلام ده، بس عشان نفهم ليه أصلا محتاجين حاجة زي الحوسبة الكمومية لازم الأول نشوف هو إيه اللي ناقص في الكمبيوترات العادية بتاعتنا. كل التكنولوجيا اللي حوالينا دي، من الموبايل اللي في إيدينا لأضخم السيرفرات، قايمة على فكرة بسيطة جدا اسمها البت. البت ده عامل زي كبس النور كده، يا منور يا مطفي، يا زيرو يا واحد، مفيش اختيار تالت. والطريقة دي بصراحة عبقرية وخدمتنا سنين طويلة. بس في أنواع معينة من المشاكل كل ما بتكبر وبتتعقد بتبقى مستحيلة على الكمبيوترات دي. المشاكل دي مش بتصعب بشكل عادي، لا، دي بتنفجر. يعني كل ما نزود تعقيد بسيط الوقت اللي محتاجينه عشان نحلها بيزيد بشكل فلكي. وهنا بقى بيدخل بطل القصة بتاعتنا، الكيوبت. هو ده سر القوة الخارقة للكمبيوتر الكمومي. هنا بقى الفرق الجوهري كله. البت العادي كان لازم يختار يا صفر يا واحد. الكيوبت بقى مش محتاج يختار، هو ممكن يبقى صفر وواحد في نفس الوقت. ودي مش معناها إنه نص، لأ، دي معناها إنه عايش في حالة من الاحتمالات، شايل كل الاحتمالات الممكنة جواه في نفس الوقت. الحالة العجيبة دي ليها اسم علمي، التراكب أو السوبربوزيشن. ودي بالظبط أول وأهم نقطة قوة بتخلي الكمبيوتر الكمومي يبص على عدد مهول من الاحتمالات كلها في نفس الوقت. طيب تمام، عندنا كيوبيتات بتقدر تعمل حاجات غريبة، بس ده لوحده مش كفاية طبعاً. إزاي بقى نستخدمها عشان نعمل عمليات حسابية ليها معنى؟ هنا بنستخدم حاجة اسمها البوابات الكمومية. الموضوع شبه الكمبيوترات العادية اللي فيها بوابات منطقية، بس دي بوابات خاصة بعالم الكوانتم. بنستخدمها عشان نغير حالة الكيوبيتات دي ونخليها تعمل اللي احنا عايزينه. في بوابة مشهورة قوي اسمها بوابة هادامارد. خلينا نشوف بتعمل ايه ببساطة. لو جبنا كيوبيت عادي خالص حالته صفر ودخلناه على البوابة دي، بيخرج من الناحية التانية في حالة تراكب مثالية. يعني بقى عنده فرصة 50% يكون صفر و50% يكون واحد. وهنا يجي سؤال منطقي جدا، لو كل كيوبت عبارة عن احتمالات عايمة كده، إزاي في الآخر بنطلع بإجابة واحدة محددة؟ يعني إزاي نحول حالة الضباب دي لرقم واضح نقدر نستخدمه؟ الحل في عملية اسمها القياس أو الميجرمنت. تخيلوا إننا بنقرر نبص على الكيوبت. في اللحظة دي بالظبط عالم الاحتمالات ده كله بينهار، والكيوبت بيضطر يختار حالة واحدة بس. بوم، فجأة بقى يا صفر يا واحد. خلاص الحالة الغريبة راحت وبقى معانا رقم نقدر نقرأه. بس لحظة، الاختيار ده مش بمزاجه، هو احتمالي بحت. يعني في المثال بتاعنا بتاع بوابة هادامارد، فرصة إنه يختار صفر هي 50%، وفرصة إنه يختار واحد هي 50%. الموضوع بالظبط زي ما نكون بنرمي عملة. إذن لسه عندنا مشكلة. طيب مادام الحكاية رمي عملة، إيه لازمة الصداع ده كله؟ لأ، هنا بتظهر عبقرية تصميم الخوارزميات الكمومية. في ظاهرة تانية اسمها التداخل أو interference. فكروا فيها زي موجات المية كده، لما موجتين يتقابلوا ممكن يقووا بعض وممكن يلغوا بعض. إحنا بقى بنصمم الدوائر الكمومية بذكاء شديد عشان نخلي موجات الاحتمالات بتاعة الإجابات الغلط تلغي بعضها، وموجات الاحتمالات بتاعة الإجابة الصح تقوي بعضها. وبكده لما نيجي نعمل القياس في الآخر بنلاقي إن احتمالية ظهور الإجابة الصح بقت عالية جدا. طيب لو التراكب والتداخل كانوا غرض، فاستعدوا بقى لأغرب وأقوى خاصية على الإطلاق في عالم الكوانتم، التشابك أو الانتنجلمنت. التشابك ده معناه إننا نقدر نربط مصير كيوبت بكيوبت تاني، بيبقوا متصلين ببعض بشكل غريب، كأنهم روح واحدة في جسدين،
والأغرب إننا لو فصلناهم عن بعض، حتى لو واحد هنا والتاني في مجرة تانية، اللي بيحصل لواحد بيأثر على التاني بشكل فوري. يعني لو قسنا الأول وعرفنا حالته في نفس اللحظة بالظبط، بنعرف حالة التاني من غير حتى ما نقيسه. يعني مثلا ممكن نعمل تشابك بين 2 كيوبت بحيث إن نتائجهم لازم تبقى زي بعض. لو قسنا الأول وطلع 0 يبقى إحنا متأكدين 100% إن التاني هيطلع 0 لو قسناه. لو الأول طلع 1 يبقى التاني لازم يطلع 1. مستحيل نلاقي 1 0 والتاني 1. طيب خلينا نلم كل ده مع بعض. عندنا تراكب وتداخل وتشابك، كل الخواص الغريبة دي. في النهاية إيه اللي هنستفيده من كل ده في حياتنا العملية؟ القوى الحسابية الجبارة دي بتفتح الباب لتطبيقات كانت مجرد خيال علمي. بنتكلم عن اكتشاف أدوية جديدة عن طريق محاكاة الجزيئات بدقة، أو حل مشاكل معقدة جدا في البورصة والأسواق المالية، أو حتى عمل ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي. بس مهم نعرف حاجة، الكمبيوتر الكمومي غالباً مش هيحل محل اللابتوب بتاعنا. الأقرب إنه هيبقى عامل زي كارت الشاشة القوي. يعني زي ما كارت الشاشة بيسرع الألعاب والجرافيكس، الكمبيوتر الكمومي هيبقى مسرع متخصص في حل المشاكل اللي الكمبيوتر العادي بيقف عاجز قدامها. وده بيخلينا نسأل سؤال مهم للمستقبل. مع كل التطور السريع ده، يا ترى إيه هي أول مشكلة مستحيلة فعلاً الكمبيوتر الكمومي هيحلها؟ إيه أول باب مقفول هتفتحه التكنولوجيا دي للبشرية؟ بصراحة المستقبل شكله مثير جداً.